غاليتي، عبالك باللي تقدري تطوري من نفسك وتطوري شخصيتك وتفكيرك نحو الأفضل. فقط لازم تحبي نفسك والحياة وابقي وراء تطوير أي شيء في روحك. كل يوم حفزي نفسك بعبارات وتوكيدات تكتبيها على ورق. كل صباح انظري للعالم بنظرة جيدة. مارسي الرياضة، طوري وحسني تفكيرك وعقلك باكتساب معارف جديدة. مارسي أشياء التي تحبيها، فأنت تضيعي وقتك إن فعلتي العكس. على بالك هذه الحياة عبارة عن امتحان، إذن تحصلي على علامة جيدة فيها وخذي الدروس والعبر لكي لا تعيدي أخطائك. السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معنا مع عالم سوية. ان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم بكل صحة، دائما تكونوا فرحانين وهنيين، تستقبلوا معكم كل طاقة ايجابية وتفاؤل. كما راكم تشوفوا اليوم راح نشارك معكم روتيني لهذا اليوم، يعني وش درت في هذا اليوم. كما راكم تشوفوا راح نوجد معكم البوراك، يعني اليوم صايمة وراح نوجد فطوري يعني خفيف، يعني راح نشاركه معكم. كذلك راح نبين لكم اشياء يعني وش درت في هذا اليوم بالخطوة. قبل كل شيء حبوباتي ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكذلك تعليقات، نعاود نقول تعليقاتكم، ركزوا لي على تعليقاتكم الإيجابية. حبوباتي كما قلت لكم اليوم راح نشارك روتيني لهذا اليوم. يعني نهار اليوم ما شاء الله نهار مشمس الله يبارك، يعني دي فوا ساعات يبينوا في الاحوال الجويه باللي راح تصب النور هكا مي شوفوا في الصباح السمش كما راكم تشوفوا الله يبارك. يعني دي فوا هكا كما قلت لكم انا نحب نخرج القش كي تعود قايله ما مثل الفراش يعني الزور ولا حاجه، نحب نخرجوا للسمش باسكو اشعه الشمس مليحه بزاف للقش، نفتح كلش يعني مليحه بزاف لاشعه الشمس للدار. سيقت ونظفت كما قلت لكم، ونحب اطول يعني كي تعود السمش لازم نخرج القش كما قلت لكم كامل. يعني من بعد رحت غسلت القشات، يعني غسلت قشات تاعنا ونشرتهم. يعني ما شاء الله جو هو يعني صراحة هو في الصباح كيما هكا سمش، من بعد راهي دارت يعني ولات سحبت ومن بعد صبت النوم. مي الصباح كيما قلت لكم طول تجي ما شاء الله الشمس الله يبارك، يعني روعة. انا نحب الجو كيما هكا، يعني ما حتى النوم نحبها صراحة. غير نشرت القشات كما قلت لكم حبوباتي، رحت وجدنا الغداء كما قلت لك انا وماما صايمه، غير الاخ تاعي والاب مش مصايمين. يعني درت روز كما راكم تشوفوا، درت روز يعني درت لاصوص ومن بعد حطيت شويه حليب وزبده، يعني خفيف هو اصلا مليح يعني حاجه خفيفه. شوفوا انا الروز نموت عليه بالاخص سلطه، يعني نحبه في السلطه. شوفوا انا درت الكميه هذه للغداء، وكميه الاخرى خليتها نغليها ونخليها بعد، قلت حتى العشيه في وقت الفطور باش نديرها في السلطه. من بعد غير صليت حبوباتي، عندي واحد القش عنده مده يعني تما تاع خيطت وحدي صراحه، هذا القط يعني كان مخبي وجبته وقلت لازم نجبده شويه باسكو حابه نبيعه. شوفوا هذا كيفاه خدمته بالقالون، يعني شريت قالون عمرته يعني تطرز وعمرته وحدي. وش رايكم فيه؟ يعني خدمته وحدي، تشوفوا كامل قالون يعني كما راكم تشوفوا الطعمر عمرته وحدي. يعني من ذاك وحده حبه قندوره ثقال ولا اي حاجه، والله صدقوني يعجبني هذا القالوط الطرز هذا مليح بزاف، بلا ما تروحي انتي تطلعي قندوره تخدميها من بعد تسقام لك اكثر. هو صراحه السلعه جت يعني غاليه صراحه، سقام وهو ثقيل يعني كي تشوفوه مالغري هو يعني هكا تشوفوه صغير وهكا مي والله ثقيل. شوفوا عمرته شوفوا الشكل تاعه كامل. هو شوفوا هذا من القالون بزاف كاينين، يعني كاين اشكال يعني ما شاء الله. ديري حتى في قنادر ديري مي انا نحب الفكره هذه عجبتني، يعني انك تشري قالون تعمريه خير ما تروحي تديها الخياطات. يعني هو صراحه يعني كل واحد كيف يحب، مي انا عجبتني، انا صراحه عجبتني يعني جا ما شاء الله. وشي انا عنده مده لبسته غير مره واحده ومن بعد قلت لازم نبيعه يعني نشوف كيفاه. من بعد حبوباتي يعني وصل وقت الفطور، لازم نوجدوا الفطور. اليوم خممت قلت لازم ندير البوراك، يعني البوراك اللي شاركته معكم قبل بوراك البشاميل، قلت والله انا اليوم زيد نوجدوا كما راكم تشوفوا هنا راني نوجد في الديول لورقه البوراك. شوفوا كيفاه بديت يعني حطيت الماء اللول والفرينه، مش نيما ندير كيما هكا بيسكو علاه حبيت نخلط باش ما تبقاليش هذيك الكعابر هذوك تاع الفرينه. شوفوا مالفه ندير الدقيق مع الفرينه، دركا انا لا درت الفرينه وحدها على هكا. شوفوا حطيت كميه الماء وحطيت الفرينه بشوي، من بعد حطيت الملح وخلطت بهذا الشكل، ومن بعد نضيف بشويه الفرينه حتى نتحصل العجينه تاعي. كما راكم تشوفوا لازم تدلك بهذا الشكل باش تجي العجينه كما نقولوا تجي مليحه.
يعني صراحة اليوم فطوري يعني خفيف، يعني مش يعني ما طيبت حتى حاجة. مي حبيت البوراك، يعني بالاخص كي البوراك تاع البيشاميل راهو ما يتعب الصراحه. شوفوا هذاك قبل كي كنوجد هذيك البطاطا وهكا شويه يدي وقت ويتعب، ومام حتى كي نديرو في رمضان راهو يكودني. بصح تاع البيشاميل صدقوني في ساعه راني نديرو يوجد كيما راكم تشوفوا هنايا راني نوجد في البيشاميل. قلت لكم من تنفحني نديرو دركا البوراك بالاخص تاع البيشاميل. اول حاجه بنين خفيف، يعني ثاني حاجه راهو ما يتعبش، يعني من ذاك ديريها راهو ما يديلكش خلاه الوقت. كما راكم تشوفوا راني اللي حابه الوصفه تاع البوراك راني نخليها لها في صندوق الوصف. هو البنه ما شاء الله صدقوني مليحه بزاف في رمضان. تنقص عليك اول حاجه التعب، ثاني حاجه مش راح تجي ثقيله، والله خفيف يعني ما يوجعني والو. هنا راني كما راكم تشوفوا راني نحط في الحشوه تاع البيشاميل في الورق تاعنا. الورق ثاني جوني ما شاء الله يعني. كما قلت لكم حبوباتي انا ما طيبتش يعني حاجه هكا، باسكو انا كي نعود صايمه عادي خلاه ما عنديش لازم نطيب ولا ندير شوربه ولا هكا. اي حاجه ناكلها انا كي نعود صايمه الساير ليا. والله درت بطاطا مقليه مالغري اي توجعني، بصح قلت خلي ليزونسيال سخفت البوراك قلت نديرو. ما درتش بزاف الورق، يعني كما راكم تشوفوا راني درت غير قدنا حنايا في الدار برك، يعني ما درتش بزاف. وتعرفوا واحد كي يعود صايم يعني بالاخص ما في رمضان راكي تبني المايده ومن بعد كي تفطري صدقوني انا دي فوا هكا ما حد في رمضان يعني تلقوني نسخف هذيك الحاجه نجي نديرها نجرب كلش نديرو. مي وقت الفطار صدقوني ما نقدر ناكل يعني. تخيلوا في رمضان نوجد نقلي البطاطا نقلي الفلفل شكشوكه حاره كلش نوجدو، من بعد نخليه تخيلوا حتى نطيشوه. طول ماما تقول انت يا بنتي لا ديري فيهم اني تجيك هكا سخفه انك تسخفي الحاجه هذيك لازم تطيبيها كي تعودي صايمه. مي صراحه والله ما تقدري توكلي. هنا حبوباتي كما راكم تشوفوا هذه الفطور تاعنا تنهار اليوم فطور خفيف ربي يتقبل منا ان شاء الله. هنا حبوباتي هذه المائدة يعني تاع الفطار تاعنا تاع اليوم، يعني فطور خفيف يعني ما حتى الروز حطيته. ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم روتيني يعني. حبوباتي انا نحبكم تدعموني يعني باللي تاعكم بالبارطاج باللي كومونتير، يعني نحب نشوف الدعم من عندكم. كما تعرفوا حبوباتي دائما نوصيكم على جام ولي كومونتير ما تنسوهمش ليا. يعني الان وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم روتيني لهذا اليوم. ما تنسوناش حبوباتي في الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم. تهلاو لي بزاف في رواحكم، ربي يسعد ايامكم ويهنيكم، واللي عنده حلم ربي يحققه له، وربي يشفي جميع المرضى يا رب العالمين. ربي يصبر كل انسان فقد عزيز عليه. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.